السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي الأعزاء في حلقة جديدة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ، ولا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفاصيل جديدة ومجريات جديدة حول جريمة قتل الشاب وجدي صباحي بدائرة عين ولمان التي هزت ولاية سطيف قبل موعد الإفطار بدقائق قليلة. وتعود تفاصيل الواقعة ليوم 10 من رمضان حيث قتل الشاب وجدي صباحي على يد أحد الأشخاص، وصوب له طلقات نارية سكنت في رأسه، واهتزت بعدها ولاية سطيف على وقع هذه الجريمة المروعة التي راح ضحيتها الشاب الخلوق وجدي صباحي. ربي يرحمك خويا وجدي. ولاية أمن سطيف تنجح في القبض على مرتكب جريمة القتل التي وقعت في بلدية عين ولمان سطيف، والذي تم توقيفه وهو بصدد الفرار إلى تونس على الشريط الحدودي.